بسم الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل بداية أي حاجة وهو نهاية كل حاجة الصلاة والسلام على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. حطوا لايك للفيديو، واللي أول مرة يشوف قناتي أنا رحمة من قناة أسرار الطبخ مع رحمة. يا ريت اللي أول مرة يشوف فيديوهاتي أو يشوف قناتي يحط اللايك ويتابع الفيديو للآخر علشان يوصلوا مني كل جديد ويفعل الرنة علشان خاطر تشوفوا كل الفيديوهات اللي هتنزل على القناة إن شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض الكفتة الحلوة زي ما انتوا شايفين كده الطريقة الجميلة دي، وهقول لكم ايه سبب ان هي طرية وحلوة قوي زي ما انتوا شايفين كده، احلى كمان من اللي بتشتروها من بره، وكمان هتعملوها في البيت وبنظافة. وهنشوف مع بعض طبعا السندوتش الحلو ده بالطحينة بقى بخيار المخلل المقرمش ده اللي احنا عاملينه في البيت. بتبقى حاجة حلوة قوي. اتمنى تكملوا الفيديو للاخر. نشوف مع بعض عملنا ازاي. طبعا الرقاق اللي انتوا شايفينه قدامكم ده اللي عملنا منه السندوتش الكفتة. الطريقة بتاعته عندكم في الفيديوهات عندي على القناة، اللي عايز يشوف طريقة العجن والخبز بتبقى طريقة سهلة جدا، وكيلو دقيق بس بتملي البيت منه خير، احلى ما تشتري فينو او احلى ما بتشتري عيش من التاني او من بره. طريقة الرقاق دي ممكن تعمليها في فرن البوتاجاز لان ما بياخدش وقت خالص وبيحمر معانا بسرعة. ممكن تعمليها على صينية كده على البوتاجاز برضو بيحمر معانا بسرعة. جربي كده وادخلي شوفي الطريقة اللي انا عاملاها بيها وجربيها. طبعا الطحينه زي ما قلت لكم انا بجيبها خام، بعد كده بعصر عليها ليمون وميه سخنه. لو مش متاح عندك في البيت زبادي او لبن رايب، اي حاجه ممكن تعملي بها الطحينه لانها بتبقى خام وبتتقل معانا وبتبقى زي الفل. معانا مخلل الخيار المقرمش، معانا السلطة عاملينها برضو في البيت. معانا قطعنا خيار وكل حاجة وظبطنا الدنيا زي ما انتوا شايفين كده. هكمل عمايل الطحينة وهنشوف عملنا الكفتة ازاي. طبعا معانا عبارة عن كيلو من الكفتة زي ما انتوا شايفين، ده كيلو لحمة وانا فرمته. لازم تشتريها كده لحمة جاهزة وبعد كده انت بتفرميها علشان تضمني نظافتها، وتضمني كمان ان هي تبقى عارفة ايه اللحمة اللي انت بتاكليها، لان الجاهزة او المفرومة في قوارب اللي بتشتريها كده جاهزة يعني متلجة جاهزة، ما بتبقاش نفس الطعم ولا نفس اللون اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. معانا طبعا بهارات شاريينها مخصوص كده للكفتة، دي بهارات كفتة وبهارات اللحمة والسبع بهارات وفلفل، ومعانا كمان كزبرة ناشفة. هنضيف كل الحاجات دي بقى للكفتة. ونقلبها كده في بعضها ونشوف هنعمل ايه بيها ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ما خلصنا طبعا كل تقليب الكفتة في البهارات بده، هنبدأ بقى نشوف هنعمل فيها ايه. خلاص كده انا هحطها بقى ربع ساعة كده في التلاجة، تتشرب من كل البهارات الحلوة دي وتديها ريحة الشوي الحلوة اللي بنشمها بره او بنشتريها بيها من بره. وبعد كده هنخرجها ونشوف هنعمل بيها اللحمة دي المفرومة دي. فيها كزبرة، فيها كزبرة خضراء وفيها بصلاية صغيرة، بس مش اكتر من كده. عايزة تضيفي طماطماية تبشريها، عايزة تضيفي جزر، على حسب كل واحد ما هو متعود. بتبقى حلوة برضو وجميلة. بعد كده انا هجيب صينية كده ادهنها بالزيت. بعد ما سبتها طبعا زي ما قلت لكم ربع ساعة كده في التلاجة، هبدأ اجيب صينية كده ادهنها بالزيت وبعد كده هصبع الكفتة. وهنشوف برضو هنعملها ازاي مع بعض. بس كده هنديها بقى تقليبة حلوة كده علشان عامة كده كده اللحمة بيبقى فيها دهون، فمش بتحتاج مننا غير بس احنا بنعمل الصينية كده علشان ما تلزقش مننا وخلاص. بس كده اللحمة طبعا جميلة جدا وفريش زي ما انتوا شايفين. ماهيش مجمدة، علشان كده هي لينة اصلا وطرية وحلوة قبل ما نحطها في الفرن. وبتطلع بقى ريحتها وطعمها حلو جدا. هبدأ اصبع الكفتة كده زي ما انتوا شايفين، طبعا على الحجم اللي انت عايزاه. كده بالحجم اللي انت عايزاه المناسب ليكي. في ناس بتحبها كبيرة قوي وفي ناس بتحبها زي ما انا بعملها كده صغيرة، على حسب يعني ما انت متعودة.
بس كده انا هبدأ بقى اكمل الباقي علشان ما اطولش عليكم في الفيديو، وهرجع تاني اوريكم بقى شكلها عامل ازاي بقى بعد ما عملناها كده وحطيناها بقى في الصينية. هوريكم هي شكلها هيبقى عامل ازاي. طبعا بعد ما خلصتها وخلصتها بقى صوابع كده، شايفين اللحمة فريش وجميلة زي ما قلت لكم. بعد ما خلصتها بقى وحطيتها كلها في الصينية، هوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي. بعد ما صبعت اللحمه كلها زي ما انتوا شايفين بالشكل اللي انتوا شفتوه قدامكم ده، انا حطيتها شويه صغيرين كده في التلاجة مره تانية، وخرجتها وحطيت عليها طبعا الشطه دي حسب الرغبه، ممكن انتوا تحطوها وممكن تشيلوها، بس هي بتتشوي كده مع اللحمه. بتبقى ريحتها حلوه بجد يا جماعه والله، وبتتاكل بقى وبتبقى حراقه كده وبتدي ريحه حلوه قوي للكفته. بس كده انا هدخلها الفرن، وبعد ما تخرج هنشوف هي عامله ازاي. طبعا دي الطحينة دي خام زي ما قلت لكم، انا هفكها كده في شوية مية سخنين. وهنشوف طبعا مع بعض هنعملها ازاي، زي ما عملناها كده في اول الفيديو. شوية مية سخنين، نص ليمونة، شوية فلفل او شوية كزبرة ناشفة، على شوية ملح زي انا ما بعمل في كل حاجة، وهنعمل الطحينة هتبقى معانا بالشكل ده. معانا خيار طبعا مقطع، معانا خيار مخلل، معانا الرقاق الجميل ده. عايزاكم بقى لو حد حابب يعرف الطريقة، شايفين جميل ازاي. اي حد عايز يعرف الطريقة يدخل على الفيديوهات ويطلع طريقة الرقاق الحلوة دي، ولو حابين تعملوه بالطريقة دي اعملوه حلو جدا. ما بياخدش مننا غير كيلو فاخر بس، وبيبقى حلو كده لكل الاكلات. جربوا تعملوه وان شاء الله هتدعوا لي بقى على الطريقة الحلوة دي. هنعمل بقى السندوتش مع بعض بعد ما خرجنا الكفتة من الفرن. شايفين طرية وجميلة ازاي. هوريكم قد ايه هي طرية وحلوة جدا مع الرقاق الطري. زي ما قلت لكم عندي فيديوهات كتير قوي للرقاق. لو عايزين تعرفوا طريقة العجن والخبز وهو بيتعمل ازاي وبيطلع معانا طري وحلو كده ازاي، جربوا. هتلاقوا الطريقة موجودة بالطحينة بقى كده. يا سلام على السندوتش ده، بألف هنا طبعا. جربوه حلو جدا، أحلى من الشاورما وأحلى من أي حاجة في الدنيا. أحلى سندوتش طبعا. جربوا بقى الحاجات دي وقولوا لي رأيكم فيها ايه. طبعا ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى يكون عجبكم وعجبتكم الطريقة، سهلة جدا وبسيطة جدا. طبعا قبل ما اسيبكم، اللي مش مشترك عندي في القناة ياريت يشترك ويفعل الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. واسيبكم في امان الله. السلام عليكم ورحمة الله.